rene ora kuat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الخامس الأبطال، طلاب الأستاذ سلام الزيادي، أطباء المستقبل. يا بنتو من هسه روح داوموا بالمستشفى من هسه، لأن أنتو إن شاء الله أطباء، وإن شاء الله الجميع يتوفق بجاه الحبيب محمد. شبابنا الأعزاء، طبعا عطلة سعيدة على الجميع. راح نبدأ وياكم بالفصل الخامس اللي هو الغاية والاستمرارية. راح نبلش بالموضوع الأول اللي هو الغاية. الغاية اسمها ليمت بالإنجليزي، شكرا عرفناها. الغاية ليمت، جيد. أولا الدوال كثيرة الحدود. راح ناخذ الدوال، طبعا الليمت للدوال كثيرة الحدود، الليمت للدوال الشنو؟ ثانيا الليمت للدوال الكسرية تحتوي على كسر، الليمت للدوال الجذرية تحتوي على جذر. وحدة شلون أطلع الليمت مالتها يعني الغاية؟ سهلة. نجي الأول واحد اللي هو الدوال كثيرة حدود. أستاذ شلون أعرفها كثيرة حدود؟ أي سهلة تعرفها حبيبي. كثيرة حدود لا تحتوي لا على كسر، يعني بسط ومقام، يعني مثلا x زائد 2 على 2x، تمام؟ هاي شنو كسرية. الجذرية تحتوي على شنو؟ جذر. لا بيها لا هاي لا كسر ولا جذر، اسمها كثيرة حدود. مثل شوف هاي طوالية ما بيها لا جوا كسر ولا شنو، تحتوي على جذر، معناتها كثيرة حدود. اوكي شكرا عرفناها، وصلت الفكرة. جيد. شلون اطلع الليمت الغاية الكثيرة الحدود؟ طبعا اول شيء هاي الدالة كثيرة الحدود لا تحتوي على كسر ولا على جذر، عرفناها. لا تحتوي على جذر ولا على كسر، معناتها كثيرة حدود. شلون يجي السؤال؟ هذا المثال موجود عندك. طبعا راح اخذ جميع الامثله، يعني 3 دور وراي. انا راح اخذ لك جميع الامثله اللي خاصه بهذا الموضوع، تمارين امثله كلها اجيبها حطها هنا، تمام؟ كلها اجيبها حطها هنا. يعني شوف شيء يخص الغايه بكثيره حدود راح اخليه هنا، انت اقرا عليه مباشره. اكتب هذا، كتبه بدفتر وراجعه، وهذا وانتهى الموضوع. بعد اصل الدور وراي. جد الغاية يعني الليمت المن للدالة هاي. أول شيء هاي شنو هي؟ كثيرة حدود، لأن لا بها جذر ولا كسر. خوش شلون نشتغلها؟ شوف حبيبي، شلون نطلع الليمت الغاية. شوف شباب، شو تسوي؟ هو استبدال هذا الرقم اللي يعطيك اياه اكس تقترب المن للاثنين، يعني يقول لك عوض الاثنين بمكان كل اكس. بس من تعوض شو تسوي؟ شيل هاي كلها الليمت مباشرة تعوض، يعني هاي الكلمة بعد ما تنزل. واضح؟ تجي تحذف هاي تحذف هذا كله، يعني مباشرة بس تعوض تشيل الليمت. إذا تخلي الليمت هنا وتعوض غلط. شوف الاثنين راح أخليها بمكان هاي الإكس، تربيع ينزل زائد تنزل، اثنين هو منطيني إياها، وصلت للإكس أخلي شنو؟ 2 زائد رقم هذا 1 ينزل. شو العلاقة؟ هسه نجي 2 تربيع، طبعا شو تربع؟ 2 تربيع يعني ايش قد؟ 2 في 2، يعني 2 تضربها بنفسها مرتين 4. 2 في 2 هم 4. شوف اول شيء دير بالك، اول شيء تتخلص من الاس، بعدين شنو عندك؟ عمليه ضرب تضرب طبيعي، الدور شنو؟ زائد 1. صار عندك عمليه فقط جمع، تقول 4 زائد 4 8 1 9. خلصت. سهلة؟ لا والله تخبل، مو كلها هيك. انتبهوا، جد الغاية الدالة الآتية هاي مطيك الدالة شنو؟ كثيرة حدود، كسرية، جذرية. ممكن ما لها شغل كثيرة حدود، لا بيها جوا كسر ولا تحتوي على جذر. كثيرة حدود شو تسوي؟ قل له سهلة، تكتبي يساوي الطير الليمت، تعوض الثلاثة بمكان الإكس، ناقص 5. 3 ناقص 5 طبعا واحد يقول لي ما يصير. اي صحيح ما يصير. لا حبيبي يصير. 5 يقول تروح شنو؟ 3 تبقى 2
بس تكتب إشارة الكبير، هذا الكبير، شوف إشارة هاي موجب وإشارة هاي سالب، تاخذ إشارة الكبير سالب وتطرح 5 تروح 3 2، بس تشيل الليمت مباشرة تعوض. جيد. هسه الطفولة جد الغاية للدالة هاي نفس الفكرة. طبعا هاي الأمثلة موجودة كلها شنو بالكتاب، يعني ما راح أعبر أي مثال، تقرأ مباشرة عليه وانتهى الموضوع. شوف حبيبي، ليمت المن تقترب للثلاثة، شيل هاي الكلمة، اكتب يساوي، عوض 3 بمكان الإكس، زائد الرقم ينزل شو العلاقة بيه، 3 زائد 2 5. سهل مو؟ والله كله هيك. اطمئن. عندي بعد اعتقد مثالين موجودات بالكتاب ويخلص موضوع الغاية للكثيرة حدود. والله ناخذ موضوع ثاني اللي هو شنو؟ إذا كانت كسرية. انتظرونا. طلابنا الأعزاء مستمرين وياكم طبعا بسؤال آخر حول الغاية أي الليميت للكثيرة حدود. طبعا أخذنا سؤالين وهذا كذلك سؤال. السؤال الثالث طبعا بالنسبة لي أكتب الأمثلة والتمارين، أكتب مثال تمام، يعني أنت تلقاها موجودات عندك بالكتاب، أنا أكتب مثال كله مثال، لأن من تكتب سؤال اللي يخترع الطالب مثال ما عنده مشكلة. شوف حبيبي، ليميت اكس يقترب الى اي، الطاني هنا اي هنا كان يعطيني رقم سابق، انا هسه انطاني اي، انا شو العلاقة؟ شو اسوي انا؟ اكتب يساوي، راح اعوض هذا بمكان من؟ بمكان الاكس، هذا الرقم يعطينا رقم حرف اعوضه بمكان هذا الاكس، عوضته والاثنين تنزل خلصت. هذا بالنسبة لنقطة رقم اي. اما نقطة رقم بي فليميت اكس يقترب للاثنين، اجي ايش اسوي؟ اكتب يساوي، هاي بعد ما اكتبها بس اعوض ما اكتب الليمت، الاكس مكانها شو اخلي؟ 2 زائد 3 تنزل تربيع او العفو تكعيب يساوي، اول شيء تجمع بعدين شنو؟ تدخل الثلاثة على القوس، جمعهن 5 أس 3. شنو معنات 5 أس 3؟ معناتها 5 في 5 في 5، 5 في 5 في 5، 5 في 5 25، 25 في 5 125. سهل مو؟ جيد. تعال كذلك مثال آخر، طبعا ذني كل الأسئلة تمارين بس أنا أكتب لك مثال. جد الغاية للدالة الآتية، انطاني هنا لسالب 1 تمام، ايش اسوي؟ اشطب هاي، اكتب يساوي سالب 1 اخلي مكان الاكس، فوق راسه 2 انزلها، زائد 3 تنزل، لقيت شنو؟ اكس اخلي مكانها سالب 1. اول شيء دخل تربيع على السالب، هذا التربيع يطير للسالب، ليش؟ لان اعتبارا سالب في السالب 1 في 1 هيك يسوي للعدد، سالب سالب يطير، او احفظها اذا كان عندك الاس التربيع فهنا سالب يطير، اما 1 في 1 يبقى 1 زائد. شوفوا هنا عندي هنا سالب في الموجب سالب، دير بالك على هاي. هسه انت حاليا مو تريد تضرب 3 بالواحد بس هي اشارتها موجب، وهنا سالب وموجب في السالب سالب، 3 في 1 3. الدور 1 ناقص 3 شنو؟ ناخذ اشارة هذا الكبير ونطرح، نقول 3 يروح 1 يبقى 2. خلصت. مثال آخر أو سؤال هو موجود بالتمارين، جيب غاية الدالة الآتية ومنطيني هنا جذر، أكتب يساوي، أشطب هاي كلها، إيش أخلي بمكان الإكس؟ هذا الموجود اللي هو شنو؟ جذر 2، بس هنا تربيع ما أنسى، تريد تخلي قوس ما تخلي ماكو مشكلة، هو تربيع أخلي تربيع فوقه، زائد 1. من تضرب شنو معنات جذر تربيع؟ يعني عندك هنا جذر فوق تربيع، معناتها الجذر في نفسه، يعني جذر 2 في جذر 2 2 بدون جذر، جذر في روحه تطلع روحه، زائد 1 يصير
3. خلاص الليمت لكثيرة الحدود. انتظرونا بمحاضرة جديدة اللي هي الغاية إذا كانت الدالة كسرية، وإن شاء الله كل المواضيع بهاي السهولة اللي شرحنا لكم إياها. أتمنى لكم الموفقية والنجاح. مع السلامة.